love Saudi Arabia. They're great. King Solomon, I spoke to him this morning, a long talk. And I said to him, King, you got trillions of dollars. Without us, who knows what's going to happen. Maybe you're not going to be able to keep those airplanes. Because you know what? They'd be attacked. With us, they are like, safe, totally safe. ناس كتير استغربت من المبالغ اللي اتكلم عنها ترامب انه ياخدها من المملكه العربيه السعوديه. في البدايه ترامب طلب 450 مليار دولار من المملكه، ولما لقى الامير محمد بن سلمان بيقول له 450 ايه يا راجل، احنا هندفع 600، راح ترامب طلع وطمع وقال لك طب انا اتمنى بقى ان هم يوصلوا لتريليون. تريليون ده يا صديقي يعني 1000 مليار، يعني واحد جنبيه 12 صفر، مبلغ جبار يعادل ميزانيه دول، ودول كمان كبيره زي فرنسا وانجلترا والمانيا. طب ايه العلاقه اللي بتربط بين البلدين لدرجه ان المملكه العربيه تستثمر ميزانيه دول في الاقتصاد الامريكي؟ وتفتكر وسط ما العلاقات متوتره بين مصر والولايات المتحده، وده بسبب مشروع التهجير اللي عايز ينفذه ترامب في سيناء، ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي القاطع للموضوع ده، لدرجه ان ترامب خرج 3 مرات يعيد ويزيد ويقرر ويقول ان مصر والاردن هيستقبلوا اهل غزه، وكانه يعني بيقول ان الموضوع ده هيتعمل غصب عنه. طيب في حاله لو الطرفين كل واحد اصر فيهم على موقفه والموضوع وصل لنفق مظلم، والموضوع وصل لفرض الامر الواقع على مصر بالحل العسكري، السؤال هنا هل السعوديه هتقف جنب مصر في حربها ضد الكيان وتضحي بعلاقتها بامريكا؟ وهل الامير محمد بن سلمان هيضحي بكل الفلوس اللي اتصرفت على تطوير العلاقات بين البلدين؟ وتفتكر ان هو ممكن ياخد موقف عدائي زي قطع البترول كده مثلا زي ما حصل في حرب 73؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. في البداية كده خلينا نتكلم عن العلاقات اللي بتربط الولايات المتحدة بالسعودية، والموضوع يبدأ معانا من سنة 1945. الولايات المتحدة لسه خارجة من الحرب العالمية الثانية ومنتصرة ولسه بتبدأ رحلتها في قيادة العالم. وقتها روزفلت رئيس الولايات المتحدة أصر إنه يقابل الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. وقتها اتفقوا إنه يتقابلوا فوق حاملة الطائرات USS كوينسي وهي واقفة جوه قناة السويس في قلب البحيرات المرة. اللقاء كان تاريخي وهو اللي حضر الأساس للعلاقة بين البلدين، واتفقوا فيه على حماية المملكة العربية السعودية من قبل أمريكا في مقابل بيع المملكة العربية السعودية النفط بتاعها بالدولار. وبالفعل تيجي سنة 1950 ويوقع الطرفين على اتفاقية دفاع مشترك، ومن ضمن البنود بتاعتها إن السعودية تستورد كل أسلحتها الدفاعية من أمريكا. طبعا ده كان نجاح كبير جدا للاقتصاد الأمريكي ولمصانع السلاح الأمريكي هناك، لكن ما يعديش كام سنة وشهر العسل اللي بين البلدين يخلص، وبالتحديد سنة 1973 لما انضمت المملكة للدول اللي منعت توريد النفط الولايات المتحدة وإسرائيل عشان يساندوا مصر في حربها في 73. وقتها انتشرت مشاهد العربيات الأمريكية واقفة بالطوابير في البنزينات الأمريكية عشان مفيش وقود خلاص عندهم، والاقتصاد الأمريكي وقتها خسر ملايين. بس بعد الحرب الماء رجعت لمجاريها وبدأ النفط السعودي يتدفق للولايات المتحدة. نيجي بقى سنة 1991 وبالتحديد في حرب الخليج لما الجيش العراقي دخل واستولى على الكويت. وقتها جت أمريكا وقفت كده وقالت لك لا أنا بحكم العالم، الكلام ده ما يعجبنيش، اعملوا لي تحالف بقى من الدول العربية والمجتمع الدولي عشان نضرب بيه صدام. وقتها قوات من الجيش الأمريكي هي اللي كانت بتقود الجيش السعودي عشان يحرروا الكويت. لحد هنا العلاقة بين البلدين زي ما بيقولوا كده ماشية زي السكينة في الحلاوة. نيجي بقى سنة 2017 ترامب فاز بالانتخابات الأمريكية وتكون أول زيارة ليه بره الولايات المتحدة هي المملكة العربية السعودية، ودي تبقى أول زيارة في التاريخ لرئيس أمريكي بره بلده للسعودية. لكن زي ما أنتم عارفين محدش بيعمل حاجة لله، وترامب ما كانش رايح عشان حب للمملكة، يعني الراجل رايح يعمل استثمارات لبلده والمصانع بتاعتها بقيمة كده 450 مليار دولار، ودي كانت صفقة تاريخية عمرها ما حصلت قبل كده. أغلب الاستثمارات كانت عبارة عن عقود لمصانع السلاح الأمريكي اللي هتمول المملكة بالسلاح اللي هي محتاجاه عشان تدافع عن نفسها. وقتها ترامب قعد يتباهى بالاتفاقية دي. لما الصحفيين سألوه قالوا له انت قدرت تقنعهم ازاي انهم يدفعوا مبلغ زي ده لامريكا؟ قال لهم انا دخلت على الملك بن سلمان وقلت له خلي بالك انتم مش هيبقى ليكم وجود في المنطقه لو احنا اتخلينا عن حمايتكم لمده اسبوعين بس، ولازم تدفع عشان ندافع عنكم. ومن وقتها لحد دلوقتي والعلاقات بين البلدين بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبل، لحد ما جه ترامب في الولايه الثانيه وطلب نفس 450 مليار دولار اللي خدهم في الولايه الاولى. But I did it with Saudi Arabia last time because they agreed to buy $450 billion worth of our product. I said, I'll do it, but you have to buy American product. And they agreed to do that. They bought $450 billion. It was the least reported story I've ever been involved in. And now, where are you planning to go now? Well, I don't know. If Saudi Arabia wanted to buy another 450 or 500, we'll up it for all the inflation. لكن المرة دي الأمير محمد بن سلمان قال له 450 يا راجل احنا نستثمر ب 600 مليار، وطلع بعدها ترامب عشان يزايد عليه ويقول له طب ما تخليهم تريليون. وده اللي قلب الدنيا على موقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر لما ناس كتير
وصفت السعوديه بانها البقره الحلوب اللي دايما بتدفع لامريكا، وده توصيف انا ضده، لان من حق اي دوله تتصرف بناء على مصالحها، ولو هو ده فعلا اللي بيخدم المملكه فخلاص. دلوقتي بعد ما عرفنا العلاقات بين البلدين، خلينا نرجع لسؤالنا: هل السعوديه هتقف جنب مصر لو حصلت حرب؟ عشان نرد على السؤال ده محتاجين نفرض سيناريو تخيلي. السيناريو ده هنفترض فيه ان مصر رفضت التهجير وفضلت ثابته عند موقف، واسرائيل وامريكا اتعاونوا وصعدوا الوضع لفرض الامر الواقع بالحل العسكري، ومصر دخلت الحرب. في اللحظه دي السعوديه هتبقى في موقف لا تحسد عليه. علاقتها كويسه بمصر، والشعب المصري والشعب السعودي بتربطهم علاقه اخوه وعروبه. ده غير ان الرئيس السيسي اعلن في اكتر من لقاء لما اتسال هتعمل ايه لو الخليج العربي اتهاجم، وكان رده كده بالنص: مسافه السكه، يعني هنقف في ظهرهم ونحميهم. أنا أقول تهديد أي دولة عربية، جيش مصر جيش عظيم وطني قوي صحيح، بس هو زي ما قلت قوة عاقلة وقوة رشيدة تحمي ولا تهدد. ولكن بالظبط كده مسافة السكة. أيوة. تيجي بقى تبص على الناحيه الثانيه تلاقي ملوك السعوديه بيبنوا في علاقتهم مع امريكا من الخمسينات، وكمان بيدفعوا فيها تريليونات الدولارات. يعني من الاخر كده الوضع معقد وصعب على صانع القرار في السعوديه. عشان كده ممكن نلاقي في البدايه محاولات دبلوماسيه من المملكه عشان تهدي الوضع، وفي نفس الوقت هتدعم مصر اقتصاديا، زي انها تبعت موارد ماليه وموارد نفطيه عشان تخفف الضغوط الاقتصاديه اللي هتبقى ناتجه عن الصراع. لكن في حاله تصاعد الحرب بين الطرفين هتبقى السعوديه مضطره انها تختار طرف واحد تقف معاه. لكن هنا اللي هيكون ليه عامل كبير في التأثير عن صانع القرار هو الشعب السعودي، وفي الغالب هيكون في تضامن شعبي مع الشعب المصري، والكل هناك بيطالب بتدخل المملكة العربية السعودية في انها تقف مع مصر، وده اللي هيخلي صناع القرار في السعودية يلبوا نداء شعبهم، وهيقف الأمير محمد بن سلمان بجانب مصر حتى لو الأمر وصل لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. لكن اللي مش مرجح وصعب انه يحصل تدخل الجيش السعودي في الصراع العسكري ده، لكن المملكة هتوفر كل السلاح والذخيرة اللي محتاجها الجيش المصري. ممكن تلاقي سلاح الطيران كله بالتسليح الدفاعي الامريكي اللي خدته السعوديه من امريكا كله بقى تحت ايد مصر عشان تستخدمه في حربها، غير قطع النفط عن امريكا واسرائيل. ده بقى لوحده كفيل انه يقلب موازين الحرب كلها. اصل يعني حملات الطيارات دي مش بتمشي ببركه ربنا، دي بتستهلك ملايين الاطنان من الوقود كل يوم. انا عايز اقول لك امريكا بجلد قدرها بتغسل اسلحتها دي كلها، لو النفط انقطع عنها كل الاسلحه دي كلها اللي انت شايفها هتبقى عباره عن حته حديد. طبعا ده باستثناء الغواصات اللي شغاله بالطاقه النوويه. شايف اللي انا حكيته لك ده اهو، ده سيناريو تخيلي لو حصلت حرب، لكن على ارض الواقع اي صراع هيبدا في الشرق الاوسط وخاصه مع مصر هتنطلق مع الحرب العالميه الثالثه حرفيا، لان دي هتبقى الفرصه المناسبه الوحيده اللي هينقض فيها الدب الروسي والتنين الصيني على العجوز الامريكي عشان ياخد منه سيطرته على العالم. وممكن نشوف دول حلفاء ودول محور زي ما شفنا في الحرب العالميه الاولى، مصر والسعوديه ودول الخليج مع الصين وروسيا والهند دول كده لوحدهم في طرف، واسرائيل وامريكا ودول اوروبا كلها دول كمان في طرف. وامريكا عمرها ما توصل نفسها لده عشان عارفه نتيجه امريكا ما بقتش قويه زي الاول والكل اتجرأ عليها. ده غير انها ممكن تشهد خيانه وسط الحرب، وده بسبب سياسات ترامب العدائيه. الراجل جاي فرض الضرائب على الدول الاتحاد الاوروبي وعلى كندا وعلى المكسيك وعلى بنما، وعايز يستولي على جرينلاند من الدنمارك، وعايز يحتل قناه بنما، وعايز يخلي كندا هي الولايه رقم 51. ترامب حرفيا جاي يعمل مشاكل مع الكل. فالدوله العميقه والمؤسسات الحساسه زي الجيش والمخابرات شايفين ده وعمرهم ما هيوافقوا ان امريكا تدخل في صراع مسلح في التوقيت ده بالتحديد. هنشوف اللي هيحصل والكام سنه الجايه مخبيين لنا ايه. المهم لو وصلت معانا لحد هنا اعمل لنا لايك واشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان توصلك الخلاصه. سلام.